سمات لما تشوف واحد بتتعامل معاه ممكن من غير ما يقول لك ان هو مغربي تعرف ان هو مغربي. في سمات الادب، الكرم، النخوه، اللطف في المعامله. وقال ليه كتاب اسمه سورة الارض، زار المغرب في النصف الاول من القرن الرابع الهجري. قال ايه في حق المغرب؟ موضوع النخوه، لفت نظره موضوع النخوه. من الصفات الرائعة للشعب المغربي صفة النخوة، صفة المروءة، صفة النجدة، إغاثة الملهوف. ديت من الصفات المتجذرة اللي بيتناقلها الشعب من جيل إلى جيل. ابن حوقل زار المغرب عدة أسابيع، لاحظ فيها هذا الموضوع، كتب وقال: لهم تقدم في أفعال الخير شهير، مشهورين في الدنيا ساعتها بأفعال الخير، وحنو بعض على بعض من جهة المروءة والفتوة. شوف قد ايه، لاحظ هو حكاية ان الناس رفيقة ببعضها البعض، حنين على بعضها، حنو بعضها على بعضها من جهة المروءة والفتوة. ما عندوش إلزام، لكن من ناحية المروءة والفتوة والنجدة بيعمل كده. وإن كانت بينهم التارات القديمة وضعوها عند الحاجة وطرحوها سماحة وكرم سجية. يعني هم لما بيكون في واحد في أزمة وأنا بينه وبينه طار، بينه وبينه عداء معين، مشكلة قديمة، أطرحها جانبا وانجده في مثل هذه الظرف. شوف قد ايه الملاحظة. على فكرة ابن حوقل مش بيبالغ. ابن حوقل على العكس، لما تقرأ كتاب سورة الأرض وتقرأ تحليلات ابن حوقل وكلماته في حق الشعوب، هو دائما متعدي على الشعوب، دائما يكثر من الانتقاد، يكثر من الذم. لكن مع شعب المغرب ما عملش هذا الموضوع ابدا، بالعكس. انا نقلت لكم فقره من كلماته كتيره جدا جدا.